سلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. ازيكم يا احلى واجمل واجدع بناليات؟ يا رب دايما تكونوا بالف صحه وبالف خير. باذن الله النهارده هنتعلم مع بعض طريقه للكتابه على التورته بطريقتين مختلفين، يعني مره بالشوكولاته ومره بالكريمه. وده لو خطك وحش او مبتدئه او ما بتعرفيش تكتبي كده ان ستايل وبطريقه شكلها لطيف على التورته، او بتخافي ايدك تتهز وتتفنكش او مش بتعرفي حتى تظبطي النسب اللي على التورته، فالكلام بيطلع اكبر من حجم التورته، فبالتالي بتطلع حاجه مش لطيفه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لايك وشير، ولو لسه مشتركه جديده معانا اعملي اشتراك وتابعي معايا عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش كمان تفعلوا زر الاشعار عشان يوصل لكم كل فيديو بينزل اول باول. يلا بينا نبتدي. اول حاجه انا معايا هنا ورقه زبده. ورقه زبده بحجم ورقه الاي 4 اللي هي ورقه التصوير اللي في المكتب العاديه جدا يعني. دي انا بطبعها عند المكتبه. ساعات بطبعهم على ورقه زبده كده وبكتب عليهم مباشر وده اسهل لي، يا اما بطبعهم على ورقه اللي هي ورقه الاي 4، الخامه بتاعه الاي 4 اللي هي زي اللي انا هوريها لك دي. بصي هي دي خامة ورقة الاي 4 اللي هي بتاعت ماكينة التصوير العادية خالص اللي في المكتبات. بتبعتي انتي الكلمات اللي انتي عايزاها دي واتس كده لصاحب المكتبة، وهو بيطبعها لك على الورقة بالمقاسات المناسبة دي. طيب انا هفترض ان انتي ما عندكيش ورقة زبدة كده من اللي مطبوع عليها الكلام مباشر، لا انتي عندك ورقة A4 عادية. كل اللي هتعمليه انك هتجيبي ورقة زبدة وبلاصق كده وتثبتيها على الورقة اللي عندك دي علشان تبدأي تكتبي عليها مباشر. طيب، اول حاجة انا سيحت الشوكولاتة على حمام مائي بدون اي اضافات خالص، وفي كيس حلواني مقطوع سمك رفيع جدا جدا بدأت اكتب بالشوكولاتة. اهم حاجة وانتي بتكتبي ان ايدك ما تقطعش، يعني ما تعمليش الحرف وفي النص تقفي، لا انتي مكملة، لان الشوكولاتة كده كده سايلة وسايحة معاكي زي ما انتي شايفة. انا ببدأ اكتب، باخد الخط وبطلع. انا شايفه انا بكتب فين، لان ورقه الزبده طبعا بتبقى شافه الكلام اللي تحت، فانا ماشيه على باترون، فبالتالي صعب اغلط وصعب الخط يطلع مفنكش، بالعكس بيطلع زي الباترون بالظبط. طيب، بعد ما بمشي على الحروف بالسنتي كده وانا ماشيه، اعمل ايه تاني؟ هاخدها زي ما هي وهدخلها الفريزر. هتقعد مفيش 3 4 دقايق وهتلاقيها بقت زي الفل وجمدت وبقت حلوه جدا جدا. هتقدري تخرجيها من على الرسمه بمنتهى السهوله. انا لسه ما دخلتش الفريزر وبدات تجمد معايا اهي، لان الجو كان ساقع قوي. تعالوا ندخلها مع بعض الفريزر ونشوفها. فعلا خرجت اهي وبقت زي الفل، ويعني ممتازه جدا. كل اللي هعمله اني هبدأ امسكها قطعة قطعة واحطها كده على التورته. ببقى عاملة خط بعناية وانا بحط الكلام فين علشان ما اطلعش وانزل، فبالتالي يديني خط فوق او حرف فوق حرف تحت فيطلع مفنكش. لا، انا ماشيه زي الكتابه ما هي موجوده، عامله بس يا دوب خط يعني وهمي بعيني انا ماشيه عليه كده عشان الكتابه تطلع مظبوطه عندي. كده انا كتبت كلمه هابي بيرثداي بمنتهى السهوله بخط حلو قوي بالشوكولاته. ما احتاجتش فيها اي حاجه في الحياه غير اللي انتي شفتيه ده، وطريقتها سهله جدا. تقدري بقى تعملي اكتر من كلمه بنفس الطريقه عند المكتبه وتكتبي اللي انتي عايزاه بالشوكولاته كده. طيب تعالوا نشوف طريقة تانية مع بعض للكتابة برضو، بس بقى مش بالشوكولاتة، لا دي بالكريمة، ودي من غير أي باترونات ومن غير ما تروحي مكتبة ولا أي حاجة. أنا عندي وش التورتة هنا مظبطاه وعاملة له حواف تزيين شكلها لطيف، وهبدأ أكتب في النص كأن يعني تورتة عادية جدا. كل اللي هعمله هو ايه؟ طبعا مفيش واحده دلوقتي عندنا ما عندهاش شويه القطاعات بتاعه الحروف بتاعه عجينه السكر، يعني دي بقت متوفره جدا جدا في اي مكان، مش بس عند بتوع المستلزمات. هجيب حروف كلمه هابي بيرثداي. كل اللي هعمله اني هبدا هبصم الحرف على التورته، فبالتالي هيدي البصمه بتاعته دي على الكريمه. جميل قوي. هكتب كلمه هابي فوق، السطر اللي بعدها هكتب بيرث، السطر اللي بعدها هكتب داي. يبقى الدنيا كده بقت سهلة. واستخدمت تب رقم 2 اللي هو عبارة عن ثقب صغير خالص للكتابة. لما بكتب بالطريقة دي بعمل نقطة وبشدها، نقطة وبشدها، نقطة وبشدها. ما بعملش خط عشان حاجتين: أول حاجة الخط بيبقى رفيع قوي فبيبان إن فيه علامة من تحت، وكمان لو في أي ديفو في الكريمة مش هيبان لأني بروح وبرجع فهيداري أي ديفو.
بس هي دي الطريقة. شفتي سهلة قد ايه؟ الطريقة سهلة جدا. هكمل كلمة happy وهكمل كلمة birth وداي، وهتلاقي ان مفيش اسهل من كده. صحيح ممكن ما يبقاش الخط يعني احلى حاجة في الحياة، لكن انا بتكلم انك لو ما بتعرفيش تكتبي اصلا. انا اوريدي بعرف اكتب، فممكن اكتبه بخط ايدي عادي. برضو نقطة مهمة، ايدي ساندة ايدي التانية اللي بكتب بيها، لان سهل قوي ايدك تترعش فتخرج بره الخط اساسا. فلازم تبقي عامله استقرار لايدك، ان بايدك ماسكه كفك التاني اللي انت بتكتبي بيه. بس كل اللي عملته بقى هنا زينت التورته عادي جدا بشويه اللولي اللي احنا عملناه مع بعض في حلقه اللولي. اكيد هسيب لكم برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف. اللولي ده احنا عاملينه على ايدينا، ما اشتريناهوش خالص، وكله هوم ميد. حتى السبرينكلز دول برضو احنا عاملينهم مع بعض في حلقه اللولي والسبرينكلز، هسيبها لكم في صندوق الوصف. بقت تورته ولا احلى، ومكتوب عليها هابي بيرث داي بخط مظبوط ومش مفنكش، والدنيا سهله خالص خالص خالص. فما تعقديش نفسك حتى لو ما بتعرفيش تكتبي بخط كويس. اوعي تنسي اللايك، اوعي تنسي الشير. صباحكم دايما زي الفل.